أهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو النهاردة هنعمل مع بعض وحدة بالكروشيه على شكل فانوس. وحدة سهلة وبسيطة، والجميل فيها إننا بنشتغلها ببواقي الخيوط اللي عندنا، مش هنتقيد بألوان معينة ولا بكمية خيط معينة. يلا مع بعض على طول على الفيديو علشان نعرف هنشتغل الوحدة دي ازاي. يلا بينا. ودلوقتي يلا نشوف الخامات اللي احنا هنشتغل بيها. زي ما احنا شايفين كده انا جبت بواقي الخيوط اللي عندي، ومش هتقيد بألوان معينة ولا هتقيد بكمية خيط معينة. الخيوط اللي موجودة عندنا هنستغلها ونشتغل بيها. الخيط اللي عندي هو أليز كوتون جولد. هستخدم معاه إبرة مقاس 3، إبرة كروشيه مقاس 3، وهستخدم برضو إبرة التنظيف والمقص. في البداية قبل ما نبتدي عايزة أقول لكم إن إحنا عملنا كورس لتعلم فن الكروشيه من البداية، وعرفنا فيه الغرز الأساسية هنا على القناة. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، وهينزل لكم دلوقتي الفيديوهات أو لينك الفيديو على الشاشة. أنصحكم إن انتوا تشوفوها لو انتوا ما عندكمش فكرة عن فن الكروشيه، علشان تتعلموها وبعدين تشتغلوا معانا الوحدة دي. الوحدة بتاعت النهاردة هي وحدة من الغرز البسيطة، هنستخدم فيها غرزة المنزلقة وغرزة العمود بلفة وغرزة السلسلة. يلا مع بعض نبتدي على طول. في البداية هعمل دايرة سحرية بالشكل دوت. هسحب الخيط كده وهعمل سلسلة البداية أو سلسلة تثبيت. هطلع 3 سلاسل وهعتبرهم ان هما اول عمود، وهعمل عمودين كمان، 1 2. يبقى انا المجموعة الاولى عندي مكونة من 3 عواميد. هعمل سلسلتين وهبتدي اخش في نفس الدايرة واعمل 3 عواميد كمان، 2 3. ده كده مجموعتين. هاخد سلسلتين كمان وهعمل 3 عواميد تاني، 2 3. هاخد سلسلتين وهنعمل 3 عواميد كمان، 1 2 3. كده انا عندي 4 مجموعات اتعملوا، المفروض يبقى عندي 5. هعمل سلسلتين و3 عواميد تاني، 2 3. بالشكل ده كده بقى عندي 5 مجموعات. هاخد اخر سلسلتين في السطر وهقفل السطر بتاعي في ال3 سلاسل اللي احنا عملناهم في البداية. هخش في السلسلة اللي من فوق كده وهعمل منزلقة بالمنظر ده. هجيب بقى الفتلة او الخيط بتاع البداية بتاعتي بتاع الدايرة السحرية، وابتدي ان انا اشده علشان يقفل لي الدايرة من جوه بالمنظر ده. كده انا عندي وحدة خماسية من 5 مجموعات وعندي 5 فراغات. دلوقتي انا هحتاج اني اقص الخيط دوت عشان هبتدي اني اغير اللون. طولت السلسلة بتاعتي وهبتدي اقصه كده بالمنظر ده. وطبعا الخيط هسحبه من ورا علشان انضفه اول باول، بس انا هعمل بإبرة التنظيف في الاخر. تمام، انا كده سحبت الخيط لورا. هجيب بقى خيط لون تاني وهنبتدي نعمل السطر التاني. هجيب اللون دوت. هخش بقى في اي فراغ من الفراغات ديت وهسحب الخيط كده وهعمل غرزة سلسلة تثبيت للخيط بتاعي. هطلع 3 سلاسل وهعمل عمودين كمان
علشان يبقى عندي 3 عواميد، لان ال3 سلاسل الاولانيين احنا بنعتبرهم عمود. وهاخد سلسلتين في نفس المكان، هعمل 3 عواميد تاني، 2 3. هاخد سلسلة واحدة وهروح للمكان او للفراغ التاني، وهعمل برضو مجموعتين مكونة من ال3 عواميد وبينهم سلسلتين. هعمل 3 عواميد كمان في نفس المكان، 3 بالشكل ده كده. هعمل في كل فراغ نفس الطريقة دي، سلسلة وهروح للفراغ التاني وهعمل فيه مجموعتين، 2 3، وهاخد سلسلتين واخش في نفس الفراغ واعمل 3 عواميد كمان بالمنظر ده، سلسلة، وهكمل الفراغين دول بنفس الطريقة. بالشكل ده كده وصلت للفراغ الأخير. هبتدي إني أعمل سلسلة وهقفل السطر في السلسلة الثالثة من سلاسل البداية اللي احنا عملناهم، هخش فيها على طول وأعمل منزلقة كده بالشكل ده. هطول الخيط ده وهقص الخيط ده بقى، هبتدي أسحبه برضو على ورا، اسحبه على ورا بالشكل ده كده. وفي الاخر احنا هنشيل الخيوط دي كلها بإبرة التنظيف. ده كده شكل السطر التاني. يلا نشوف السطر التالت. هرجع تاني للون الاصفر. ده كده شكل الوحدة بعد السطر التاني. هنبتدي نعمل السطر التالت. عايزاكم تاخدوا بالكم من حاجة، ان عندي 5 مجموعات، بين كل مجموعة والتانية في فراغ من سلسلة واحدة، مكون من سلسلة واحدة زي ما احنا شايفين كده. وفي المجموعة نفسها في فراغ اللي هو مكون من سلسلتين. طيب تعالوا نشوف، علشان كل فراغ ليه شغل معين. الأول أنا هخش كده في الفراغ اللي هو بين ال3 عواميد وال3 عواميد التانيين، هخش في الفراغ اللي هو سلسلتين، هجيب الخيط وهبتدي أسحبه بالمنظر ده، وهعمل سلسلة تثبيت. الخيط هيبقى معايا كده علشان اشتغل عليه من ورا، وهثبته معايا في الشغل. هطلع 3 سلاسل بالشكل ده، وهعمل عمودين كمان، بقى عندي 3 عواميد، وهعمل سلسلتين وهنزل في نفس المكان واعمل 3 عواميد، 2 3 الشكل ده كده. طيب هيقابلني الفراغ الاولاني اللي بين المجموعتين، هاخد سلسلة واحدة وهخش في الفراغ ده واعمل 3 عواميد، 2 3. هروح دلوقتي للفراغ اللي بين المجموعة وهاخد سلسلة واحدة وهخش في الفراغ ده واعمل 3 عواميد وسلسلتين و3 عواميد تاني في نفس المكان، 1 2 3. ده كده جنب خلصناه زي ما احنا شايفين كده. يلا هنعمل الجنب ده بنفس الطريقة.
اخدت سلسلة وهخش في الفراغ الاولاني اللي يقابلني وهعمل فيه 3 عواميد، 2 3. هاخد سلسلة وهخش في الفراغ ده اللي مكون من سلسلتين، وهخش جواه واعمل مجموعة كاملة مكونة من 3 عواميد وسلسلتين و3 عواميد تانيين في نفس المكان بالشكل ده كده. ده كده تاني جنب. خلاص هنكمل سلسلة واخش هنا واعمل 3 عواميد، 2 3. سلسلة تانية وهخش هنا واعمل مجموعة كاملة عبارة عن 3 عواميد وسلسلتين و3 عواميد تانيين في نفس المكان. اعتقد هي كده اتحفظت صح؟ سهلة جدا بالشكل ده. ناقص لي جنبين، هخلصهم بقى معاكم بسرعة كده علشان نشوف السطر اللي بعد كده هنعمل فيه ايه. وده شكل كده السطر الثالث. هنقفله مع بعض، هنعمل سلسلة وهخش في السلسلة الثالثة من سلاسل البداية بالمنظر ده، وهاخد اعمل منزلقة زي ما احنا شايفين كده. ده كده شكل الوحدة بتاعتنا اهي، الوحدة الخماسية بتاعتنا شكلها بالمنظر ده. تمام. ناقص سطر واحد، والسطر ده هو اللي هيشكل لي شكل الفانوس. تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. هشد بس الخيط كده علشان اقصه. هشيل الخيط كده وبرده هسحبه على ورا بالمنظر ده. هجيب بقى اللون تاني علشان نعمل اخر سطر معانا ونشوف شكله هيبقى ازاي. ناقص عندنا دلوقتي السطر الاخير. السطر الاخير عندنا هيبتدي من الزاوية دي وينتهي في الزاوية دي. ده جزء من السطر. احنا هنعمل للفانوس بتاعنا او للوحدة علشان تبقى شكلها زي الفانوس، هنعمل لها بورنيطة او شكل البورنيطة من فوق وشكل للقاعدة من تحت. فانا محتاجة هشتغل على الجزء ده بس، ومحتاجة اشتغل على القاعدة دي بس. تمام. يلا نشوف مع بعض. هبتدي من الزاوية دي وهخلص السطر او هخلص الجزء ده عند الزاوية دي. هخش بالإبرة في الزاوية الأولى كده، وجبت لون تاني من الخيط وهبتدي أسحب الخيط بالمنظر ده، وهعمل سلسلة تثبيت زي ما احنا شايفين. هطلع 3 سلاسل وهعمل هنا عمودين كمان عشان يبقى المجموع عندي 3 عواميد. هاخد سلسلة وهخش في الفراغ التاني واعمل 3 عواميد. دي 1 2 3، وسلسلة واعمل في الفراغ اللي بعد كده 3 عواميد. 1 2 3. تمام. طيب هيقابلني بقى الزاوية دي، هعمل فيها ايه؟ هشوف دلوقتي. هاخد سلسلة وهعمل 3 عواميد جوه الزاوية دي. 2 3، وهطلع 7 سلاسل. 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. ليه انا عملت 7 سلاسل؟ علشان هعمل المكان اللي هعلق منه الفانوس اول وحدة. فهطلع 7 سلاسل كده وهخش في الغرزة بنفسها بالمنظر ده
واطلع منها، وهاخد منزلقة مع الغرزة اللي معايا على الإبرة عشان يطلع لي حلقة شكلها كده. تمام. وهخش برضو في نفس المكان وهعمل 3 عواميد تاني. 1 2 3. تعالوا نشوف الشكل كده اهو. تمام. واضحة. انا جيت عملت 3 عواميد وبعدين طلعت ب7 سلاسل وقفلت في الغرزة نفسها، وبعدين عملت 3 عواميد تانيين في نفس المكان. هنكمل عادي. هناخد سلسلة وهنخش في الفراغ اللي بعد كده، وهعمل 3 عواميد وسلسلة و3 عواميد. دي 1 2 3 وسلسلة، وهعمل اخر 3 عواميد هنا. 1 2. في هنا بقى نقطة، انا مش هعمل العمود كامل واقفله بالمنظر ده علشان ما تبقاش غرزة النهاية عندي طايرة على الابرة كده. لا، انا هعمل 3 سلاسل وهعتبرهم دول عمود، وهقفله جوه الفراغ كده بمنزلقة. يبقى دلوقتي اتقفلت السطر بتاعي تحت، ما اتقفلش فوق، ما اتقفلش فوق عند الغرزة نفسها. يبقى كده السطر بتاعي اتقفل تحت، وده طبعا بيدي نظافة للشغل. تمام كده. خلاص خلصت. هطول الغرزة وهبتدي اني اقصها بالشكل ده، وهسحب برضو الخيط على ورا بالشكل ده كده. تمام اهو. دي كده احنا عملنا البورنيطة او عملنا الجزء الفوقاني للفانوس. يلا مع بعض هنعمل القاعدة بتاعتنا اللي من تحت. القاعدة بتاعتنا هتبقى من الزاوية دي للزاوية دي. هخش في الزاوية الأولى وهسحب الخيط بالشكل ده، وهعمل غرزة تثبيت، وهطلع 3 سلاسل، وهعمل مجموعة كاملة مكونة من 3 عواميد وسلسلتين و3 عواميد و3 عواميد في نفس المكان. 3 بالمنظر ده كده. هاخد سلسلة وهخش في الفراغ اللي هيقابلني الأولاني، وهعمل 3 عواميد. بالشكل ده. وهاخد سلسلة وهخش في الفراغ اللي بعد كده واعمل 3 عواميد برضو بالمنظر ده. ناقص الزاوية الأخيرة هعمل فيها مجموعة كاملة هتتكون من 3 عواميد وسلسلتين و3 عواميد. هعمل عمودين، والعمود التالت زي ما اتفقنا هنعمله ب3 سلاسل، وهقفله جوه الفراغ بمنزلقة كده، وهشد الخيط وهقص، وهسحب الخيط على ورا بالشكل ده. تعالوا نشوف بقى كده اهو الشكل معانا. عملنا قاعدة وعملنا البورنيطة بتاعة الفانوس، شكلها جميل جدا. كل اللي هعمله ان انا هنضف الخيوط دي كلها بإبرة التنظيف، وهرجع لكم على طول علشان نشوف الشكل النهائي. ورجعت لكم تاني بعد ما خلاص دريت الخيوط من ورا بالشكل ده. تمام، بإبرة التنظيف دريت كل الخيوط اللي كانت موجودة، وده شكل الوحدة بتاعتنا بعد ما خلصت. شكلها جميل جدا وشكلها زي الفانوس بالظبط. احنا ممكن بقى نعمل منها الوان كتير ووحدات بعدد كتير.
بحيث إن إحنا ممكن نحطها في شريط ليد للزينة ونعلقهم وهيبقى شكلهم جميل جدًا. وفي برضه فكرة تانية إن إحنا ممكن نثبّتها بالغِرَا والمَيّة، بنعمل نسبة 1 ل1، يعني مثلًا لو حطينا معلقة غِرَا بنحط عليها معلقة مَيّة وندوبهم كويس، ونبتدي نحط فيها الوحدة أو بالفرشة نمشّي عليها ونسيبها تنشف، هنلاقيها إن هي مسكت نفسها وما بقتش طرية كده. وبرضه هنعلقها في شريط ليد أو ممكن نثبّتها على الحيط بالمنظر ده، شكلها جميل جدًا. أنتِ بقى العبي بالألوان وبالأحجام، يعني دي كده شكلها أكبر شوية ودي شكلها صغير بالشكل ده كده. ممكن الوحدة تبقى صغيرة أو ممكن تبقى كبيرة شوية على حسب شدة إيدِك في الخيط وعلى حسب سمك الخيط نفسه. اشتغلي بقى بألوان كتير وبكل الخيوط اللي هي البواقي اللي عندك، وطلعي منها فوانيس كتير، واعملي بقى أحلى شريط زينة لرمضان بالكروشيه. وده الشكل النهائي للوحدات بتاعتنا. ايه رأيكم فيها؟ شكلها جميل جدا زي ما احنا شايفين. أتمنى إنها تكون عجبتكم وتكون سهلة عليكم في التنفيذ. ولو عجبتكم الفكرة النهاردة ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش إن انتوا تدعموا القناة والفيديو باللايك والشير والسبسكرايب علشان دايما يوصل لكم كل جديد أنا بقدمه. وإن شاء الله نتقابل قريب تاني في أفكار تانية لرمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.